اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا خير خلق الله. جايبه لكم النهارده طريقه جميله جدا وتحليه سهله وبسيطه ولذيذه. طريقه عمل القشطوطه. القشطوطه وجمالها. هخليكي تعمليها احسن من اللي بتشتريها من بره. وهخليكي تعمليها وتبقى ناجحه معاكي من اول مره. امشي بطريقه روز هتطلعي احلى قشطوطه، وهتفرحي ولادك، وهتفرحي كل الموجودين في البيت. جبت الصينيه بتاعتي وبدات ان انا ارش ادهنها الاول بالماده الدهنيه، وبعد كده ارش رشه زيت، وبعد كده ارش رشه دقيق معلش على الزيت او الماده الدهنيه بتاعتي. بشتري الصينيه بقى على جنب، وببتدي بقى ان انا اجيب البيض بتاعي. انا عملت تقريبا القشطوطه ديت بكوبايتين دقيق او 3 كوبايات دقيق. كوبايتين الدقيق عملت لهم قد ايه؟ 3 بيضات. لو هعمل نص كيلو دقيق تقريبا بالتقدير كده بيبقى 4 كوبايات دقيق كبار. بعمل لهم 4 بيضات. رشة فانيليا. بيض. يعني على طول هحط الفانيليا. بعد كده همسك البيض ده وهضربه ضربة كويسة جدا، بس بعد لما احط المكونات بتاعتي كلها. بعد كده حطيت نص معلقة بيكنج صودا او كربوناتو. وبعد كده هحط ايه بقى؟ ذرة من الملح بسيطة جدا، ذرة بين صوابعي بس كده من الملح. اوعي تكتري الملح عشان ما ترجعيش تلاقي القشطوطة بتاعتك ملح. نزلت بقى على البيض بنص كوباية من الزيت. يبقى حطيت 3 بيضات عليهم رشة بسيطة جدا من الملح ورشة من الفانيليا. وكمان لو حابة تحطي خل اوكي حطي خل، ورشة كربوناتو او بيكنج صودا، ونص كوباية زيت. همسك بقى الكلام ده وهضربه كويس جدا بالمضرب. ما عنديش مضرب عادي تضربي بالمضرب اليدوي، ما عنديش برضو مضرب حتى يدوي اضربيه في الخلاط. يعني اي حاجة متاح عندك ممكن تضربيه، بس عشان يطلع الكيكة بتاعتي هشة وطرية ولذيذة. والفراغات او المسامات اللي فيها هتبقى قليلة جدا، ومش هتبقى إيه فراغاتها اللي هي الفراغات الكبيرة دي. خلاص انا كده ضربت المكونات بتاعتي. هبتدي بقى ان انا احط ايه بعد كده؟ السكر بتاعي. هحط الكيكة مقدار كوبايتين، هحط 3/4 كوباية بنفس الكوباية المعيارية اللي بعاير بيها. لو هعمل 3 كوبايات من الدقيق هحط كوباية ونص من السكر. خلينا متفقين علشان المعايير انا بقول لكم عليها هي وبالكوباية مش بالجرامات، عشان لو حد مش عنده ميزان. يبقى لو هعمل 3 كوبايات دقيق او نص كيلو دقيق احط كوباية ونص سكر. طيب انا عامله كوبايتين دقيق هحط 3/4 كوبايه سكر، ومش عايزه السكر يبقى معايا اوفر قوي والسكر يرجع لك انت ليه، لاني هعمل ايه بقى؟ لاني لسه في طبقات تانية مش عايزاها تبقى مسكره قوي لياكل يتجزع منها. الدقيق بتاعي طبعا نخلاه ونضيف وكويس جدا ومدخله الهواء جواه بالنخل. بدأت ان انا بقى ايه؟ احط بقى ايه الكمية بتاعة الدقيق على المكونات بتاعي. طيب كيك شيف هحطه مع الدقيق. انا نسيت بوريهولكم، بقولكم اوعوا تنسوا تعملوا تحطوا الكيك شيف على الدقيق. ليه؟ لان في ناس كتير ممكن تعمل الكيكة وتفتكر انها نسيت تحط الكيك شيف بعد ما دخلت الفرن. نص كيلو هحط الباكت بحاله. نص كيلو دقيق هبتدي ان انا احط الباكت بتاع الكيك شيف بحاله، او معلقه كبيره هرميه كيك شيف لو عندك عبوه بتحطي منها. خلاص انا قلبت الدقيق على المكونات بتاعتي اللي حطيتها. عندي بقى كوبايه من الحليب، عليها ايه 3 معالق من الزبده سخنين على النار. انزلي بقى بالحركه دي على الدقيق، ما تخافيش مفيش حاجه هتبوظ منك. بالعكس ده هتدي مسام جميل جدا للكيكه. وانا مجرباها، كان جميله جدا، وهوريكم مسامات الكيكه كانت منفوخه وهشه ولذيذه. تقريبا الحركه بتاعت اللبن السخنه مع الزبده بتطلعها زي النايتي بالظبط. بدات بقى الخليط بتاعي القمر ده خلص اهوت. انا كده صبيته في القالب بتاعي او في الصينيه بتاعتي، وهبتدي بقى ان انا اخبطه بس كده
عشان يتساوى مش اكتر. بعد كده هروح اجري بقى على الفرن، نار متوسطة. حركة بقى بالخلة بسكينة بمعلقة، بس الحركة دي كده تأكدي ان الفراغات كلها خرجت من الكيكة بتاعتي. وبعدين على الفرن الرف الاوسط، وهحط الكيكة بتاعتي تستوى على نار هادية. لازم أن تستوي على نار هادية، اوكي، عشان ما ترجعش تعلي النار، تستوي من بره يعني من كل ناحية، وتبقى من جوه معجنة. عندي بقى كريم جانتيه. عندي الكريم اللي هو لو كريمه سايبه اوكي، كريمه بقى في اكياس زي بتاعتي كده برضو مفيش مشكله. الكريمه بتاعتي فيها سكر. دي للطبقه التانية بقى، انا كده خلصت الطبقه الاولانيه. الطبقه التانية بقى بتاعت ايه؟ الطبقه التانية بتاعت الحشو اللي هحطها عليها الكريمه. هبتدي ان انا احطها لبن متلج او ميه متلجه، الموجود عندك او المتاح عندك. الكريمه ديت فيها سكر، فمش هحط مش هحط سكر. لو كريمه سايبه ومش عارفه ان فيها سكر، ممكن تدوقيها لو مش فيها سكر اصلا، او متاكده ان مفيش فيها سكر. بتطحني بقى ايه السكر او الكميه اللي انت عايزاها تبع السكر اللي انت حباه، وبتحط عليها السكر بس يكون مطحون. بعد كده ايه بقى؟ بضرب الكريمه دي لغايه لما يتضاعف حجمها. هبتدي ان انا اضرب بقى، اقعد اضرب، ما تزهقيش من الضرب. الكريمه عايزه ضرب كويس. اخفقي بقى شويه في الكريمه، شويه كويسين. خلاص، اول ما يتضاعف حجمها واحس ان خلاص وعملت معايا المنقار الجميل، خلاص هبطل كده بقى ايه ضرب فيها. تعالوا بقى نذكر الله ونصلي على الرسول. لا اله الا الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا خير خلق الله. الكريمة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك. تضاعف حجمها، وبقى حجمها عامل ازاي، وعملت المنقار بتاعي. خلاص أنا كده ما عدتش عايزة خفق في الكريمة. والطبقة التانية كده خلصت. هاجي بقى المرحلة التالتة والطبقة التالتة. هجيب بقى كوباية سكر. طبعا الطبقة السكر ده حسب رغبتك، يعني السكر والملح والكلام ده بيبقى حسب كل ما واحدة، كل ما واحدة يعني حابة سكرها ايه، او ماشية سيستم بيتها السكر عامل ازاي، او الملح عامل ازاي، قليل كتير. فانا جبت تقريبا كوباية برضو من السكر، وبدأت ان انا احطها على النار واكرملها او اسيحها. انا عايزاها تفك خالص. اوكي. الحله بتاعتي فيها السكر، وبدات ان انا ارفعها على النار، وبدات ان انا ايه اقلب في السكر ده لغايه لما ساح عندي بالمنظر ده. اوعي يتحرق منك عشان ما يطلعش ريحه مرار او طعم مرار. بنزل عليه باللبن او بالميه، ويا ريت بالميه الاول، بكوبايه ميه الاول وبعدين اللبن. بس انا حطيت اللبن الاول لان مش حاطه ميه تقريبا، يعني ما حطيتش ميه. وبعد كده هقلب بقى الكلام ده لغايه ما تخافيش السكر هيجمد، لكن بعد كده هيفك. بدات ان انا احط بقى معلقه زبده، معلقه سمنه، الموجود عندك او المتاح حطيه. وما تحطيش سكر تاني، لان احنا حاطين السكر المتكرمل ده هيدي تسكيره في الحاجه دي. بدأت ان انا اقلب لحد ما حسيت ان خلاص السكر بتاعي فك معايا. من شدة الحرارة بيفك اصلا لوحده، ما تقلقيش. بعد كده بحط الزبدة والسمنة، ببتدي اقلب. الزبدة والسمنة هتسيح معايا. هبتدي بقى ايه، اكون مجهزة نص كوباية وحاطة فيها مية، وعليها 3 معالق من النشا. ادي نص كوبايه اهيت، حطيت عليها 3 معالق من النشا وبدوبهم كويس جدا. وهنزل بقى على السكر المتكرمل بتاعي والحليب باللبن ده، بالنشا دي. وبعد كده ايدي فيه مستمر بالتقليب. انا بوريكم انا حاطه نص كوبايه الميه، وحاطه فيها 3 معالق هرمين كبار، عشان الطبقه معايا تبقى ايه متماسكه وجميله. بدات ان انا بقى ايه احط النشا على السكر المتكرمل معايا بالحليب. ما شاء الله لا قوة الا بالله. لو حسيت ان هو جامد قوي او جامد مني، بزوده عادي بشوية حليب او بشوية مية. حسيت ان هو لسه محتاج احط له بس شوية نشا في مية. القوام هيتماسك معايا، هيبقى جميل جدا. هيطلع معاكي قوام ولا اروع من كده. الطعم بيروح في مكان تاني. دي تحلية الوحيدة اصلا، وانا تقريبا عملتها او لسه هعملها معاكم في الفيديو اللي جاي. تحلية جميلة جدا. لو بتحطها بقى في التلاجة تبقى تحلية
تحفة في الحر ده. بخلة آه، موجودة عندك بتاعة الشيش. بختبر بقى الكيك بتاعي، بس بحطها فيه وبطلعه، بوريكم قد ايه هي طالعة نظيفة. لو طلعت بقى ملمسها فيها لسه عجين او فيها حاجة، تبقى كده لسه عايزة تستوي تاني شوية، برجعها النار. ببتدي بقى بشوكة او بالخلة اللي كانت في ايدي دلوقتي، وببتدي ان انا اخرم ايه الكيكة بتاعتي كده بالطريقة دي. الكيكة دي ما شاء الله لا قوة الا بالله، والله العظيم اسفنجية جميلة هشة، طراوة. طعمها كان جميل جدا لوحدها، برضو تحلية يعني كل طبقة انا عاملاها، يعني ما شاء الله لا قوة الا بالله. انا كده عملت الثلاث طبقات بتوعي. هبتدي بقى ان انا ايه، احط كل الطبقات ديت على بعضها بقى، اركبهم بقى. انا عايزه الكيكه معايا تبقى طريه كده وجميله، وبقطع كاني بقطع من جاتوه. هعمل ايه، نص كوبايه او كوبايه كامله من الحليب، وببتدي بقى اشقربها للكيكه ديت. طبعا انا مخرماها بالشوكه عشان خاطر الحركه دي. لو ما اللبن ينزل عليها، بروح بقى ايه، هي بتتشرب بقى اللبن ده وهي سخنه كده. بسيبها تبرد خالص في التلاجة، مش باجي ناحيتها خالص وهي سخنه. اوعي تحطي الكريمه عليها وهي سخنه. اول ما بتسقع مني وبتبرد، ببتدي ان انا احط الطبقه بقى التانية بتاعت الكريمه، وببتدي ان انا اوزعها بقى ايه عليها بالطريقه دي. لو حطيت الكريمه والكيكه سخنه، الكريمه دي تقريبا هتسيح خلاص. فاوعي الحركه دي. بردي الاول كل طبقه بتحطيها برديها، انا عايزه الحاجه تبقى بارده، لاني بعد ما اخلصها هدخلها برضو التلاجة. نصلي بقى على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا خير خلق الله. دو كانت بتعمل معايا ومش موجودة، كانت هتسجل معايا. طبعا انا وزعت الكريمة بالطريقة دي. آه، ببتدي بس ان انا اسويها. طبعا بكيس حلواني ببتدي ان انا احطها بالمعلقة كده مباشر، مش محتاجة كيس ولا حاجة. اي طريقة انت تحطيها، انا مش محتاجة انها تبقى ايه مش سوية يعني. اي حاجة، لاني لسه هحط الطبقة التالتة بقى ايه فوقيها. ببتدي بقى ان انا احط الطبقة التالتة، السكر المتكرمل بالنشا. والله العظيم كانت جميلة، كانت خطيرة. امشوا بس بنفس الطريقة ديت، كأنكم رحتوا بلبن وانتوا قاعدين في قلب البيت. ببتدي بقى ان انا ايه اساوي الوش كده، لان ديت الوش النهائي للقشطوطة بتاعتي. السكر المتكرمل ده في النشا ببتدي ان انا اسويه كده بالطريقة دي. وببتدي ان انا ايه اخلي المنظر بتاعه بقى العام يبقى جميل، لان العين بتاكل قبل البق. اللهم بارك. يا رب بألف هنا وشفا على كل حد وكان له نصيب وأكل منها. ببتدي انزل كل الكمية الموجودة عندي بقى، وايه اساوي السطح بتاع الصينية كده، واخليه جميل. هزة بس بسيطة كده. كل الكلام ده اول ما اخلصه احطه فين في التلاجة. لازم أن تتحط في التلاجة شوية تسقع. وكمان تحس ان المكونات كده شربت من بعضها، الكيكة شربت من اللبن، شربت من المكونات اللي فوق، كله شرب مع بعضه كده. بمسح بقى ايه طروف الصينية كده بالمنظر ده، علشان ايه الصينية يبقى شكلها حلو في الاخر. يا سلام بقى لو كانت صينية بايركس او صينية اي صينية تانية غير الالومنيوم، بس انا حبيت اعملها في الالومنيوم عشان ندخل الكيكة فيها في الاول، فقلت مش ناقلة بقى. ببتدي بقى بكيس حلواني، كنت شايلة حبة من الكريمة بتاعتي، اروح بس بالخطوط بتاعتي يا اما بالطول يا اما بالعرض زي ما تحبيها، يعني كده ماشية وكده ماشية. اعمل بقى خطوط طولية، خطوط عرضية، الخطوط اللي تحبيها، عشان نطلع الشكل النهائي بقى القشطوطة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لما تعملوها وتجربوها ابقوا قولوا لي ايه رأيكم بقى، وقولوا لي طلعت معاكم ازاي من اول مرة، يا ترى نجحت، يا ترى عملت ايه معاكم. وان شاء الله بفضل الله سمي الله وادخلي واعمليها بقلب جامد. هتفرحي كل اللي حواليكي بمكونات بسيطة جدا وكلتها موجودة في قلب البيت، وهتعملي أحلى صينية موجودة. وانتي ما رحتيش ولا رحتي بلبن ولا رحتي ولا جيتي، انتي عملتي كل المكونات دي وانتي قاعدة في البيت. بصوا بقى، هروح بخطوط طولية كده مرة واحدة. ما تروحيش بالعرضية دلوقتي، أنا عايزة الطولية الأول مرة واحدة كده، وبعد كده هاجي العكس وأعمل نفس الخطوط بس بالعكس.
بالخله اللي كانت معايا برضو، اللي انا مختبره بيها الايه الكيك، بنفس الخله عادي. خلاص باجي بقى بنفس الخطوط دي بعكس الصينيه وبرجع بيها تاني. ما شاء الله لا قوه الا بالله، شوفوا منظر الصينيه عامل ازاي. غير الطعم كان حكايه، الطعم كان جميل جدا وحكايه، وبيروح في مكان تاني. ما شاء الله اللهم بارك. اعملوها مش هتندموا عليها. وطريقه جميله سهلة في الطعم، كانت حلوة. كانت جميلة جدا. هو معلش الفيديو طويل عليكم، بس عشان اجمع لكم فيه كل المعلومات، عشان لما تيجوا تعملوها تطلع معاكم ناجحة بإذن الرحمن من أول مرة. طبعا انا بقى اسمي الله بسم الله وبدات ان انا اخرطها. طبعا الكلام ده كانت دخلت التلاجة شويه وطلعت. انا خرطتها عشان اوريلكم الشكل النهائي، بس صراحه ما كنتش دخلتها التلاجة، بس بعد لما عملت العمايل دي دخلتها التلاجة، فضلت فيها من ساعه لساعتين، ولو حابه تسيبيها اكتر من كده عادي، ولو باتت تاني يوم في التلاجة هتبقى جميله جدا. بوريكم قد ايه كانت جميله متماسكه شكلها حلو. ما شاء الله، وجربوها. انا طلعت اول خرطة ودي تاني خرطة اهيت، كلها شاربة من بعضها كده وشاربة المكونات بتاعتها. سهلة جدا، بسيطة، ما تقلقوش منها وما تخافوش. وهتدخلوا المطبخ بحب، هتطلعوا احلى حاجة لاحلى ناس انتوا بتحبوها. شوفوا شكلها كان عامل ازاي، شوفوا الكيكة منظرها عامل ازاي. والتلات طبقات فوق بعض كانت خطيرة، وبتدي ميكس جميل جدا في الطعم، بتودي في مكان تاني. طريقة للتحلية بكل المكونات دي بسيطة وسهلة وجميلة. ولا رحت بوريكم الكيكة بقولكم قد ايه كان مسامها رقيقة خفيفة، ما كانش مسامها كبيرة ولا حاجة. طبعا عشان هي ما دخلتش التلاجة، اللي الطبقات مش متماسكة عليها، بس اول ما تدخل التلاجة كل ده بيتماسك عليها. واستودعكم الله، وما تنسوش تقولوا لي لما